انسي سندوتشات اللانشون والجبنة، ده بصدر فرخة واحد بس هنعمل كمية ناجتس هتعملي كل يوم سندوتشات ناجتس. حيرة بقى كل يوم للسندوتشات خلاص انسيها، وكمان كل الأطفال بيحبوها، وأحلى حاجة بقى إن هي اقتصادية جدا وموفرة من غير بقى ما نشتري كل يوم. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معانا صدر فرخة غاسلينه كويس جدا ومصفينه تماما من المية ودخلناه الفريزر عشان يبقى سهل معانا في الفرن، وكمان يبقى سهل معانا في التقطيع. هو حوالي 800 جرام تقريبا أو كيلو إلا ربع. معانا بقى حبايتين من البطاطس دول، البطاطس بتاعتي صغيره فعملت 3 حبايات متوسطه. فرمنا بقى الفراخ وفرمنا كمان البطاطس. بعد كده هنضيف معلقه صغيره من الملح وواحده من الماجي. معانا بقى بصل بودر وتوم بودر، وكمان بقى اللي متابعني عارف ان انا بقيت استخدم بهارات برافا، فبصراحه مديه ريحه حلوه جدا للناجتس. معانا كمان فلفل اسود، بما اننا بقى هنعمل ناجتس فمحتاجين بهارات بروستد تكون قويه، وبصراحه معلقه منها واحده بس كفيله ان هي تخلي طعم الناجتس حاجه تانية خالص، بجد ودت طعمه في حته تانية خالص. خدنا بقى معلقه من البهارات الحار وكمان معلقه من البارد. خدنا كمان نص معلقه من البيكنج باودر، معلقتين كبار من البقسماط المطحون. وبعد كده هنعجنها كويس جدا، وضروري جدا ان احنا نعجنها، او ممكن كمان نلفها كده لفه في الكبه تاني. وبعد كده بقى معانا صاج وفردة في كيس من اكياس التلاجة فتحاه، وبعد كده حاطه فيه معلقتين من الزيت، دهنا الكيس كمان معلقتين من الزيت ده. وبعد كده فردت بقى الخلطه بتاعتنا كويس جدا، وضروري جدا ان احنا نبقى مسويينها علشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، لا تبقى كلها متساويه. بعد كده دخلتها الفريزر ربع ساعه او نص ساعه عشان تتجمد معايا واقدر اقطعها بكل سهوله. هنعمل بقى الخلطه او الكفر الخارجي. معانا نص كوبايه دقيق، نص معلقه من الفلفل الاسود، وكمان بقى بهارات البروستد اللي هي الحار والبارد. خدنا معلقه صغيره ومعلقه صغيره من بهارات برافا، وكمان حطينا ربع معلقه ملح، ومعانا بقى كوبايه ميه، وهنقلبها كويس جدا. وعايزين بقى الخليط بتاعنا يبقى شبه خليط الكيكه بس خفيف. معانا بقى الكريسبي ده بجيبه من عند العطار، وكمان بطحنه طحنه خفيفه كده في الكبه. ممكن تجيبي كورن فليكس لو هو مش متوفر عندك، ممكن كورن فليكس وتطحنيه برده، وبعد كده تستخدميه بنفس الاستخدام. ضفت عليه معلقه صغيره من خلطه البروستد الحار والبارد، وقلبتهم بقى كويس جدا. وبعد كده بقيت بقى اخد الناجتس بتاعي انزله في خلطه اللي هي الدقيق بالميه، وبعد كده احطها بقى في الكريسبي ده وارصها كده على كيس من اكياس التلاجة. وبعد كده احطها بقى في علبة وادخلها الفريزر، وهتطلعيها على طول وقت الاستخدام. في شوية حاجات ممكن تقابلك فلازم اقولك عليها. بعد ما نعمل العجينة بتاعة الناجتس ونفرمها او نعجنها كويس جدا على ايدينا او في الكبة، نفرد العجينة على كيس، والكيس ده لازم يكون مدهون بالزيت. وبعد كده هنحط كيس كمان فوقيها يكون برضو مدهون بالزيت علشان تتسهل معانا الفرد وتتفرد معانا بكل سهولة. وجربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم جدا. صحتين والف هنا. وطلعيها بقى قبل الاستخدام كده بدقيقتين 3، اقليها بقى في الاير فراير او في الزيت وجربوها هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والمتابعة لو عجبكم الفيديو.